فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني من باب ضرب المثال، لو كنت تعمل موظفا عند مدير، وهذا المدير أمرك بإعداد تقارير، هب على أنها 3 تقارير، أنت كل يوم مكلف بأن تعد 3 تقارير، لكن جرت العادة أن المدير لا ينظر إلا للتقرير الأول، والثاني والثالث لا ينظر إليه، بأي التقارير ال3 ستعتني؟ بالأول. طيب لو أن موظفا أهمل الأول واعتنى بالثاني والثالث، هذا الموظف ناجح أو فاشل؟ أريد أن أسمع بصوت مرتفع. فاشل أو أسمع. الله عز وجل قال لك لا أنظر إلى صورتك ولا أنظر إلى مالك ولكن أنظر، فأخذت هذا التقرير فرميت وراء ظهرك وزينت الصورة والمال. هذا واقع أو غير واقع؟ هذا هو الواقع. الذي قال لك الله عز وجل لا أنظر إليه اتحفته جعلته في تحفة فنية، لا تقبل المثال. يا ويل من يضع اليد في الجيب، المال والصورة لا مساس. وخص التقرير الذي الله عز وجل ذكر أنه ينظر إليه فرميته في الزبالة، فأنت لا تبالي، أنت موظف فاشل أو ناجح. ولله المثل الأعلى، هذا في حق مخلوق يقال لك فاشل. أترضى يوم القيامة أن يقال لك أنت فاشل؟ وإذا حكم عليك بالفشل تعرف هنا الطرد ليس من شركة إلى شركة. يعني إذا قيل لك هذا المدير إذا قال لك أنت فاشل فاخرج من الباب، الأمر هين، الرزق بيد الله. لكن إذا قيل لك يوم القيامة أنت فاشل، تعرف ما هي الدار التي ستلقى فيها؟ وأجب نفسك. فقال وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. الآن أبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أول المنازل، فقال وهم الذين قد أكثروا. من هم؟ السائرون إلى الله والدار الآخرة، قد أكثروا من ذكري. لهذا أول وصف لهم كثرة ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. لهذا هو أعم من قول سبحان الله ولا إله، وأعم من الصلاة، وأعم من الزكاة. إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. لهذا يقولون العلم من الذكر، والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته من الذكر، والصلاة من الذكر، والحج والصيام وهلم جرا. كل ما فيه إعظام وحضور لله عز وجل في القلب وحده كالتفكر، أو في اللسان، أو فيهما معا، يسمى ذكر لله عز وجل. فقال وهم الذين قد أكثروا من ذكره، قد أكثروا من ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن الغاية والمقصود، أنت الآن في طريق، غايتك ومقصودك هو الله، فإذا كنت في الطريق أكثر ما يأتي على لسانك هو المقصد. لو أن إنسان عين مطلوبا له مطلوب وقد سمع من أخبار هذا المطلوب ما أطرب فؤاده، يعني ما جعل لهذا المطلوب محبة عظيمة في فؤاده، فلما بدأ في السير ستجد أنه أحب الأخبار إليه الخبر عن مطلوبه. تجد أنه من أعظم الأنس الذي يجده هو أن يحدثه شخص عن مثل إنسان أحب مكانا أحبه شغف بحبه، فصار غاية هذا المحبوب هو ذاك المكان. أعظم ما يطرب الفؤاد الخبر عن ذاك المكان. يعني أضرب لك بمثال محسوس، من شغف وابتلي بحب الغرب إسبانيا، أحسن ما تقول له أخبار الفيزياء، أنت الآن تطربه نشوة ليس بعدها نشوة. هو الغاية وكل المقصود، ولكل مسافر مقصود ومطلب. فانظر أنت ما الذي يطربك؟ المال مقصودك المال، الله وذكر الله مقصودك ومطلوبك هو الله عز وجل. يعني تعرف حال الشخص ومطلوبه من جهة ما يكثر من ذكره. ليقول من أكثر من ذكر الدنيا فهو من أهل الدنيا،
ومن أكثر من ذكر الآخرة فهو من أهل الآخرة. لهذا الله عز وجل يصف أهل الإيمان بكثرة ذكر الله عز وجل، قال هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. أكثر من ذكر الله عز وجل، فكانوا يذكرون الله عز وجل في جميع شؤونهم وأحوالهم. الله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأولو الألباب لم تأتي في القرآن وصفا إلا لأهل الإيمان، إلا للعقل الذي ينتفع به. أولو الألباب من هم؟ تجد يقولون أولو العقول. العقل في القرآن ورد على سبيل المدح ورد على سبيل الذم، لكن أولو الألباب لم ترد في القرآن إلا لمن له عقل انتفع به. طيب متى تنتفع بعقلك؟ عقل ما حمل الإنسان على الإيمان انتفع به، وإن كان من أذكى الناس، يعني له نظريات في الفيزياء والرياضيات والكيمياء وكافر، عقله نفعه لم ينفعه؟ ستقول نعم نفعه، منفعه. طيب لو رجعنا إلى القاعدة الأولى كل سعادة ولذة لا توصلك إلى الآخرة فهي، هذا عقل ما نفعه نفع وهمي. لكن إنسان جاء لا يعرف كيف يكتب ولا يقرأ لكنه مؤمن، عقله نفعه لم ينفعه؟ نفعه. كل سعادة ولذة توصلك إلى الآخرة فهي عين السعادة وعين اللذة، وإن ما وجدت كتابة ولا قراءة. غني له مال كثير ما وصل به إلى الآخرة، يسعد بماله؟ لا. فقير لا يجد ما يأكل ولو خبز يابس لكنه مؤمن، التز بفقره، هي عين اللذة لأنه وصل إلى الدار الآخرة. فالله عز وجل قال إن في ذلك لآيات لأولي الألباب ثم وصفهم، فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى قائم يذكر الله وقاعد يذكره وعلى جنبه يذكره. طيب بقيت حال ثالث؟ لا، المرء لا يمكن أن يطير، فهو إما قائم وإما قاعد وإما على جنبه، فذكر أنهم يذكرونه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية وفي الحالة الثانية. لهذا جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان يذكر الله على جميع أحواله، يعني كان يذكر الرب عز وجل في جميع شؤونه، يعني ما من شأن إلا ويذكر الله عز وجل، سواء كان يحبه أو لا يحبه. فكانت إذا أصابته سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابته ضراء قال الحمد لله على كل حال. الله أكبر، ما في لا يوجد فرق، ضراء هي السراء. هذا في حق المؤمن. المؤمن تستوي في حقه السراء والضراء. سراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ضراء الحمد لله على كل حال. السؤال العبارة اختلفت، يعني وجد حمد سخط وحمد حمد وفي مقابلة صفات مترادفة ومتضادة، السراء والضراء والحال لم تختلف متضادة. والذاكر الصفات الواردة متضادة، والذاكر تضاد كتضاد الصفات. هذه مصيبتنا، نتغير بحسب الوارد. إن ورد علينا شيء نمشي معه، وإن ورد في سراء سرنا في سراء، في ضراء سرنا في ضراء. مع أن المؤمن الحال المستقيمة للمؤمن أن يستوي في حقه مقام السراء ومقام الضراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا وما ذاك إلا للمؤمن عجبا شنو رأى؟ لا لكن أول حديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته شراء شكر فكان خيرا له. فهو دائر بين الصبر والشكر، هذا سيذكره المصنف. قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. الآن تفصيل لقاعدة سابقة. التخلية أصولها كم؟ التخلية 4. ما هي التخلية؟ الذي يعيقك قطعا هو لك معيق، رأس العوائق المحرمات. فإن فعلت محرما فاعلم أنه عائق في أمام السير إلى الله عز وجل. والثاني المكروه، والثالث فضول المتشابه، والرابع فضول المباح. فقال والترك للعصيان، يعني
في سيرهم إلى الله عز وجل يتركون العصيان. طيب ماذا يفعلون؟ التي هي وصول التحلية. طيب وصول التحلية ما هي؟ فعل الطاعة. فعل الطاعة إما أن يكون واجبا، فعل الواجبات، وإما أن يكون مستحبا. ففسره بالبيت الذي بعده فقال يتقربون إلى الملك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم. يعني